فيديو النهارده هنعمل كيلو قراقيش او منين. معايا كيلو دقيق، هنحط عليه حبة ملح، هحط معلقتين كبار سكر، هحط نص معلقة كبيرة خميرة فورية، وهنحط معلقتين كبار من السمسم، وهحط ريحة الكحك، وهحط حبة فانيليا. هنقلب المكونات. بسم الله الرحمن الرحيم. ومعايا نص كيلو زبدة مسيحاه، مش هنحطه كله، هنحطه بالتدريج ونشوف العجينة هتحتاجه كله ولا لا، لان احنا بنحط السمنة او السوائل تبع الدقيق معانا. في دقيق بياخد سوائل كتير، وفي دقيق بتلاقيه اي سوائل بسيطة تبان فيه، فاحنا هنحط الزبدة مش كلها. بعد ما حطينا جزء من الزبدة هنشغل العجان. وهحط بقية الزبدة اللي معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد ما خلينا العجان يبس العجينة بتاعتنا، انا معايا حوالي كوباية مية. بسم الله الرحمن الرحيم. مش هحطها كلها، هحط حوالي نص كوباية، ومعايا بقيتها، هنشوف العجينة بتاعتنا هتحتاجها ولا لا. وكده هنحط بقية كوباية المية اللي معانا. بسم الله الرحمن الرحيم عشان العجينة تتلم. نشغل العجان. كده شكل العجينة بعد ما لمت معانا. هنسيبها تخمر ترتاح نص ساعة، وبعدين نشكلها او نقطعها. بصوا العجينة معانا عاملة ازاي، طرية وجميلة. هنسيبها ترتاح نص ساعة، هنغطيها ونشوفها واحنا بنقطعها مع بعض. اما انت قولي نفردها كده. ده شكل العجينة واحنا بنقطعها، هنفردها مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما فردنا العجينة معانا العجوة، هنفردها عشان تبقى طالعة في القراقيش مفرودة. نروح مبططينها كده لو انت عايزاها مفرودة في الحتة كلها. وبعد ما فردنا العجوة على المنين، هنتنيها، نفرد كده العجينة مع بعض. وبعد ما فردنا هندهنها البيض باللبن. وبعد ما دهناها البيض باللبن، هنحط سمسم على الوش. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنقطع العجينة بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفة؟ ده شكل العجوة مفرودة معانا في العجينة كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. اهي
هنحطها في الصاج. وده شكل المنين بعد ما خلصناه. هنسيبه برضو يرفع نص ساعة وبعدين نولع البوتاجاز عشان نسويه. وده شكل المنين او القريش بعد ما خلصناه طلعت من الفرن. لازم الملبن تبقى مفرودة في المنينة او القراقيش كلها، والعجوة نفس الحكاية لازم تبقى مفرودة فيها كلها. وده كان فيديو النهاردة.